المدرجات. الكلاسيكو العربي كلاسيكو وصل لقمة الامتاع. والعرفاوي رشاد يسدد يمرر لمسة من الشحات. خسر في آخر مباراتين في الكلاسيكو امام النادي. كرة مصرية بيرسيتاو يسدد والهدف لصالح الفريق المصري. يسجل ولد البافانا يفاجئ الترجي. بيرسيتاو يمرر لمسة من الشحات. خسر في آخر مباراتين في الكلاسيكو امام النادي. كرة مصرية بيرسيتاو يسدد والهدف لصالح الفريق المصري. يسجل ولد البافانا يفاجئ الترجي. بيرسيتاو ينطلق رجل افريقيا التمرير. فرصة الهدف الثاني يضيع. كهربا وجها لوجه يضيع. كهربا في كرة سهلة ترى. كرة الهدف الثاني تعقد الامور وتصعب. هذه محاولة تونسية رصاية بالشبكو. كرة خطيرة جدا. الترجي صدام ركنية للترجي رصاية والكرة بهدف اهلاوي. بكرة من بعيد سددها الدولي. بالرمضان هو امل الترجي الوحيد. التسديد بقوة من شحات يسدد الكرة لبرا الى ضربة مرمى. سدد الوان انطلاقة سريعة. شحات عرضية شيرين محاولة بن حميدة خطيرة يبحث عن التعادل. كرة تبعد بيرسيتاو والثاني روعة جدا من ولد البافانا. تأنى انتظر وبعدها ارسل كرة بالشبكة. الكرة تطاوع. هذا الجنوب افريقي. الكرة تطاوع. بيرسيتاو بلمسة غالة الدبشي. 2-0 الاهلي في طريق مفتوح ليعود مظفر بالنقاط الكاملة. هذا بيرسيتاو هذا الخطير. هذا ولد البافانا اللي انطلق بالكرة. ولد البافانا يستحق ان يكون تاج. بيرسيتاو والثاني روعة جدا من ولد البافانا. تأنى انتظر وبعدها ارسل كرة بالشبكة. الكرة تطاوع. هذا الجنوب افريقي. الكرة تطاوع. بيرسيتاو بلمسة غالة الدين. هذه كرة منطقة الاهلي محاولة خطيرة لكن بين الحرب العالمية الاولى هذه مقصية والحارس شناوي ابعد. كرة خطيرة. ترجي كان قريب من هدف. كرة عند شحات عرضية والثالث. الهدف الثالث عن طريق كهربا يجيب الثالث. 3-0 قاسية جدا على الترجي. كرة مرت بين 3 لاعبين كملها كهربا. ثلاثية للاهلي في رادس. لأول مرة الاهلي يسجل 3 في تونس. لأول مرة يحقق ثلاثية في شباك الترجي في ملعب رادس. 3-0 قاسية جدا على الترجي. لم يعتاد الترجي ان يخسر بالثلاثة امام الاهلي في رادس. تعامل مع المباراة بهدوء تام باقل مجهود. هذه عرضية خطيرة. فرصة الرابعة رصية عند الحارس عند الدبشي. وضعية الفريق محيرة. وضعية الدفاع تركت اكثر من علامة استفهام. 90 دقيقة اكتملت. كرة ترجع للاهلي الان بهجمة سريعة. الفريق المصري خطير عن طريق المرتدات. اليو ديانج الكرة تبعد. تعب الفريق التونسي حتى من الناحية البدنية. طاهر ما يمرش طاهر لفريق الاهلي خطير في التحول. انطلاقة عبد القادر يمر. عبد القادر تبشي هذه المرة. خروج صافرة النهاية. خيبة امل مباراة رادس ينهيها الترجي ينهيها الاهلي لمصلحته. 3-0 صافرة الكيني بيتر وبيرو تعلن انتهاء النصف الاول من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي المصري بثلاثية لا رد لها. يكون الفريق المصري وضع قدم بالوضع القدمين في الدور النهائي. مباراة الاياب بمثابة. صرح رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ أوليفر كان أن إقالة جوليان ناجلسمان ليست قرارا عاطفيا إثر الهزيمة أمام باير ليفركوزن، وإنما بسبب تذبذب مستوى الفريق، حيث قال: مسؤوليتنا هي حماية النجاح الرياضي، لدينا أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكن استمرارية المستوى غائبة. كما دافع حسن صالح حميديتش
المدير الرياضي لبايرن ميونخ عن قرار ناديه إقالة ناجلسمان. حسب تصريحات نقلها فابريزيو رومانو: عانينا من الأمر نفسه في مارس من العام الماضي، عروض غير متناسقة ونتائج مهتزة. وختم بالقول: عندما يشير منحنى الأداء إلى الأسفل عليك أن تتدخل، لم يكن القرار سهلا. إلى هنا أيها الأصدقاء نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.